السلام عليكم الزينات، كي راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومريحين يا ربي، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. ان شاء الله نتوما وليداتكم وحبابكم عائلتكم. اليوم من مطبخ امنا داديزات قناه بنت الرمشي جبت لكم وصفه الزليف ولا بوزلوف ولا كش ما بغيتو تسميوه سميوه بواحد لاصوص وبشويه تاع الحمص مريقه حمراء صوص خاطره وبنينه. شنقول لكم مره بين يديكم ان شاء الله. يلا معايا كملوا الفيديو حتى الاخير، وما تنساونيش بالجام والكومنتير شباب والتحفيز، وطلعوا لي المورال على خاطر بدا يهود. المهم هنا بسم الله على بركه الله. درت له الزليف هذا تاع العيد اللي كان باقي لي. المهم هذا الفيديو راه طايل شويه. غليته قبل في الماء، غير روحه في الماء قدر 10 دقائق هكا، قلعت له هذيك. المهم هذاك الاخر تاعه اللي مرت الشواط هذاك الاول، وقست هذاك الماء وعاود شللته ودرته عاود دروك درته في الماء باش نخليه يطيب. درت معاه بصله، زوج بصله قسمتها على زوج، وزوج فصوص تاع الثوم، وحلو ريقه تاع الرند. هذا ما كان ودرته يصفر في الكيكوطه. تبغي تفوريه هذاك الشيء اختياري، انا درتها في الكيكوطه باش بالخف يطيب، راكم عارفين. خليته هو على جانب، راه يصفر في الكيكوطه باش يطيب. وهنايا راني نوجد لاصوص تاعه اللي هي سهله مهله، واحد لاصوص واش نقول لكم في البنه روعه روعه روعه. واللي ذاقوه ان شاء الله يكومونتيو لي ويقولوا لي شباب، مش يقولوا لي شباب، يقولوا لي كي جاهم. شكون روحي وها. المهم هنايا نقلي هاد شويه تاع البصله حتى قليتها مليح مليح، ونعاود نزيد عليها حبه تاع الطوماطيش. تبغيو ترابيوها رابيوها، هذاك الشيء كيما قلت لكم كل واحد والرغبه تاعه. كاين اللي يبغي الطوماطيش كيما انايا نبغيها كي تكون هكا مقصه، وكاين اللي ما يبغيهاش يرابيها ماشي مشكل. المهم هي كي تكون كيما هكا تكون بنينه، خاطر الطوماطيش كي تقلى تمد واحد البنه شابه. نخليها هكا تقلى مليح مع هذيك البصيله، ونغطي عليها ونخليها حتى نحس هذيك الطوماطيش وهذيك البصله زادت كامل ذبالت. دروك عاد نربي فص ولا زوج فصوصات تاع الثوم ولا ثلاثه. شحال ما كثرتي الثوم تجيك بنينه. الثوم ما قليتهاش، انتبهتوا باللي ما قليتهاش في الاول مع البصله باش دروك تخلي لي البنه قويه نتاعها. الثوم كي ديريها هكا في التالي البنه تاعها تقعد قويه كي ما تقلاش. وكي تقلات من هذيك البنه تاع التقليه بصح ما تجيش، ما تحسيش ببنتها بزاف بزاف. وكل واحد كما قلت لكم انايا طريقتي هذه هي، نتمنى تجربوها بنفس الطريقه وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. واللي كملها الزليف نقولها العقبه العام الجاي، واللي راه باقي لها نقولها ماذا بك تسييه بهذه الطريقه. انايا زدت هكا فلفل حار ساسافيندا، واللي عندها الفلفل الحار غبره تدير هكا حل مغرفه ولا نص مغرفه تاع الفلفل الحار. هذا يجي حار باش يجي بنين اختي. الحرور مع هاد السخانه الله الله غتيه تاكلي ولا عرق يسكسك عليك. المهم حبيباتي ما تنساونيش بالجام فضلا وليس امرا ودعوه الخير. صح غير دعيوا لي دعوه الخير سيدي، غير ما ديروا لي شي جام معليش. خلي هاد القناه على ربي وخلي نشوف ربي شاكسب لنا. ادعيوا لي دعوه الخير وهذا ما كان معليش. هنايا نقلب مليح. شوف دروك غير هذيك الطوماطيش، شوفوا اللون اللي طلقاته. هنايا نزيد الملح. انا الملح كنت ما درتش في الزليف، خليته يطيب هكاك على خاطر الملح يزيد يقصحها شويه يطول في الطياب. اما لا طيبتها غير في الماء هكاك بلا ملح. ندير سكينجبير ونزيد الفلفل الكحل ولا فلفل اسود. هادو هما التوابل اللي راني غادي نستحملهم. شويه تاع الفلفل الاحمر. مهم يجي بهذه الطريقه يجي روعه روعه في البنه. حنا زعما كلينا وكما نقول كلينا وعاودنا جا الشباب ما شاء الله. الكمون، شويه زعفران باش يزيد يمدلي اللون شباب ما يجيش بيض هذاك الزليف. ونخلط هاد التوابل كامل مع هذيك البصله والطوماطيش هكا. نتمنى الوصفات تاعي راهم يعجبوكم، وكاين بزاف بزاف اللي جربوا وصفاتي نقول لهم ربي يحفظكم وبارك الله فيكم على الثقه اللي درتوها فيا. شكرا بزاف. نزيد نص ملعقه تاع طوماطيش تاع الباطا هكا، ونعاود نخلط مليح مليح. نقليها شويه هذيك الطوماطيش باش دير البنه شابه. المهم كاين انواع بزاف تاع الطياب تاع الزليف بالحمص مرقه في الفور مفور. كيما ما تبغي ديريه. وهنايا ندير شويه نتاع الماء سخون هكا في لاصوص ونخليها تطبخ مليح مليح هذيك لاصوص نتاعي. نغطيها ونخليها حتى تطبخ مليح. وشوفوا واش غادي عاود نزيد عليها. هنا بعد ما خدات لي الطبخه الاولى هكا كي
طيك طبخت هذيك لاصوص، تحسي هذيك الطوماطيش طابت. هنايا نزيد الحمص، كاس تاع حمص اللي كنت غليتها في الماء. حمص كنت غليتها في الماء مع فتيته تاع الملح، ما تكثريش الملح، غير فتيته باش ما تجيش صامطه من الداخل. فتيته تاع الملح وورقه تاع الرند، باش هذيك الرند ثاني كيقلع لها هذوك لي غاز اللي يكونوا فيها. غليتها حتى طابت كما نقولوا، حتى طيب الحمص نيشان في الماء. هنايا كنت بدلت المقله، غبنتني كي واش غادي نزيد الزليف غبنتني. هنا بعد ما الزليف طاب لي في الماء قصيته شويه شويه، قصيته هكا مرصويات، صوف هذوك الكرعين، غير الكرعين اللي خليتهم هكاك خاطر ما ينقصوش، خليتهم هكاك. ونزيدها على هذيك المريقه نتاعي ولا هذيك لاصوص اللي جايه بنينه. هذا جاي بلاصوص وفي نفس الوقت بالحمص، يجي بنين بزاف. نخلط مليح هذاك الزليف مع هذاك الحمص والبصله والطوماطيش والتوابل، كامل نخلطهم هكا مع بعض ونخليه يتختخ كما نقولوا حنايا، يخليه يتختخ ويخليه يطيب على خاطره باش هذيك لاصوص كامل تدخل له، وهذاك الزليف يجي بنين ويجي روعه ويجي شباب ويجي محمس الله الله. وهذيك المريقه ديال لاصوص تاعه تجي خاتره، شوفوا كي راها تبقبق تبارك الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنايا كي قربت نطفي عليه زدت له هكا ربيطه صغيره نتاع المعدنوس نقصصها باش نزيد له البنه على البنه، وزيد له حتى في الشكل هذيك الخضوريه مع الحموريه مع الصفوريه. يا اختي شنقول لك، مره بين يديك. هذه هي حباباتي. هنا الطبق جا ما شاء الله جا شباب بزاف. انا كنت مداري نديره بصح ما مداريش ندير فيه الحمص، نديرها بلاصوص بصح بلا حمص. وهاد المره زوجي وولادي يبغيو الحمص، اما لا درت لهم فيها شويه تاع الحمص، بدلت شويه البنه جا في بلاصوص وفي نفس الوقت جا بالحمص. وهنايا بعد ما كملت الطبق تاعي شوفوا كي جا تبارك الله. نعتذر على التصوير قلبت الكاميرا. المهم جا بنين ما شاء الله وشهيتكم في الجنة، وإلى الملتقى في فيديو قادم بإذن الله. ما تنساونيش بالجيم والكومنتير والبارطاج، ربي يحفظكم ويرضى عليكم، والسلام عليكم.